طيب الناس افغان انا يعني نقول لهم الخبر السعيد انه المباراه انتهت بفوز الهلال بهدف جان كلود الغالي جدا. وعبر الهلال انا افتكر محطه لانه مباراه جوبا والتعادل فيها خلى مدربه واطاره الفني وادارته وشعب الهلال وجماهير الهلال عنق زجاجه وتحدي، لانه ما يتخيل انه خروج الهلال امام الجاموس بكل الاجتهادات اللي كانت شغاله والجهود الاداريه والصرف الدولاري والعذابات والمعترفين توقفت في الدور التمهيدي. فنحن نقول مبروك شعب الهلال، مبروك جماهير الهلال، مبروك مجلس اداره نادي الهلال، مبروك الفني ركام وخالد والمجموعه، مبروك رئيس القطاع الرياضي الأخ العليقي ورئيس البعثة بغادي وكل المجموعة على هذه النتيجة الإيجابية من زنزبار. ومبروك منصة الهلال قدمت قدم خير في أنه الهلال تخطى هذه المرحلة الصعيبة. مبدأ هي المباراة يعني ظروفها المحيطة بها هي صعابتها. نقول هارد لفريق الجاموس، لانه يعني انا احترم كفاحه في امام الهلال في مباراه جوبا، واحترم كفاحه في مباراه زنزبار امام الهلال، وخروجه بخساره 1-0 امام الهلال تؤكد انه هو مشروع فريق. لاعبي الهلال نقول لكم القادم صعب، المحطة الجاية أقرب هو البوليس الكيني بعد فوزه على 3-0 على مقديشو، على بطل مقديشو بثلاثية. هو الأقرب البوليس الكيني، والبوليس الكيني ليس الجاموس الجنوب سوداني، مع انه خسر في عرضه 2-0 من خسر 2-0، لكن نتكلم عن الكرة الكينية وتاريخها برضه. والبوليس يعني هو بوليس كينيا عنده امكانيات كبيره جدا. صح. فنقول المحطه القادمه اصعب، واعتقد انه في نقله في المفهوم يجب انها تغير تفكير الناس تجاه ركام مدرب الهلال، انه احاطته بكثير من الضغوطات. وافتكر انه 7 مباريات في سيكافا، مباراه جوبا، مباراة زنزبار، أنا أفتكر إنه في تغيير في الفكر التنفيذي والتفكير الشمولي بعد توصل إلى مواطن القوة والضعف في الفرقة الهلالية، بدليل تفاعل التشكيل اللي وضعها أمام البوليس، بدليل تبديلاته اللي عملها هسه في المباراة بتوري إنه هو بدأ يتمسك بالخيوط. وبناء الفرق لجمهور الهلال وللمتابعين غير الهلالات، بناء الفرق ليس بالشيء السهل، خاصة لما يكون مدرب لسه في بداية الطريق. فالناس ما بتعرف تلوك الصبر، الناس طوالي مستعجلة، لكل شخص طريقته. الهلال عنده طريقته وعنده أسلوبه، ده مدرب وعنده لاعبينه وده مدرب جديد، الهلال عنده لسه عناصر جديدة. فبنقول للناس الصبر والصبر. عبر الهلال هسه كأول الفرق السودانية لمرحلة دورة 32. نديك الفرصة نقول مبروك الهلال. والله مبروك للهلال شعبا وإدارة. حقيقة يعني المباراة كانت صعبة جدا جدا في الثواني الأخيرة من المباراة، يمكن في 15 دقيقة الأخيرة. ليه؟ لكن الهلال ساعد على كده بارتكاب الأخطاء في المناطق المؤثرة في الثلث الأخير، ودي اللي كانت مغلقة شوية بالنسبة لنا. ليه؟ لأنه الضربات الثابتة دي ممكن من الصدف إنها تصطدم بلاعب في داخل الصندوق صراحة، ممكن تصطدم بيد لاعب من داخل الصندوق بعد تسديده كده، ممكن زي ما انت ذكرت انه الفرصه يعني ممكن تكون خطره جدا جدا في الاوقات الاخيره دي يعني. خط الدفاع الهلالي وحراسه المرمى كانت محل قلق للناس من سيكافا، خاصه حراسه المرمى. تقييمك للاداء بشفاء عامه؟ والله شوف، الناس انطباعيين بيبنوا طوال تصوراتهم على اداء اللاعب من مباراه واحده، وده غلط كبير يعني. لانه انت حقيقة بتظلمه. ليه؟ لأنه هو جديد عليك في نفس الوقت. أنت قاصد شنو كلامك ده، فريد ولا الخط الدفاع كله؟ والله أنا قاصد صراحة يعني عناصر معينة طالع طيب نحددها عشان نكون واضحين في فريد بالذات.
فريد افتكر انه الليله الميديا كلها بتتكلم عن انه الحارس مرمى يعني ما بيشبه الفريق ولا بيشبه طرماق زي ما قاعد يقولوا. وبيقولوا انه لاعب عادي جدا جدا. بيقولوا ماسوره. طبعا ما سهل الكلام. وفي نفس الوقت اثبت انه بعدين حارس منتخب يعني ما لاعب عادي يعني ما لاعب سهل، لكن هو في البدايه دوب بتندمس خطواته مع نادي جديد، وفي نفس الوقت فرص اللعب بالنسبه له طوال مباشره بدون اعداد بدون تجهيز كده، فدي كانت نتائج الضغوطات بالانطباع بالكلام الانطباعي عن النجوم في صلاح عادل مع الهلال لفترات طويله جدا، اخذ فتره طويله هسه تحول الطيب اسمه الطيب عبد الرازق. الطيب عبد الرازق انا افتكره من افضل المدافعين كانوا في الكافة. فبتاثر مثل هذه الاشياء. فريد صح ابو 20 لما ساقته ودته الكنبه، فالتعاطي الانفعالي يعني ما مساعدة ما تحكي مع الناس ما تبني. ايوه طيب. بعدين انت ممكن انت تريد وانا اريد والمدرب هو صاحب الحق يفعل ما يريد في الملعب يعني. وصلاح عادل اثبت انه هو اللاعب رقم واحد اليوم مغاتب في الهلال صراحه، يعني لو جينا باعتبارات انه مشاركاته مع المنتخب، مشاركاته مع الهلال في خلال سيكاف، ومشاركاته في قبل الاصابه يعني اثر في اداء الهلال في المباراه فاتت. طيب ريجي كامب، هل المباراه دي وقرايتك له في سيكاف وقرايتك له في مباراه جوبا وقرايتك له في مباراه الليله في خطوات امام؟ هو طبعا من الظلم جدا انه نحكم على مدرب من خلال شهر ولا شهرين يا استاذ رشيد. انت عارف انه انت عشان تعيد فريق محتاج لك لاقل حاجه 6 اسابيع 8 اسابيع. هو طوال دخل في الموضوع صراحه، من اول يوم دخل في الموضوع. فلذلك هو مدرب عنده تجربه وعنده خبره يعني، وفي نفس الوقت جايك من انديه يعني لعب يمكن انديه كثيره جدا جدا، هو كان عنده دور فيها يعني، فلذلك عنده الخبره الكافيه جدا جدا وعنده الامكانيات انه يطور، لكن ما اديه الفرصه زي ما انت اديت الفرصه للمدرب سابق يعني، فاديه الفرصه عشان انه يخلق لك شكل بتاع اداء وشكل بتاع فريق. فالفتره الزمنيه صراحه ما كافيه، وفي نفس الوقت حتى العناصر الموجوده عناصر جديده معظمها يعني انت ما عندك اساسا عظم فريق جاهز كان على اساس انه يبنى عليه، فبدا من الصفر، ابتدى يا دوب يخص الشكل بتاع العناصر وامكانياته، وابتدى يتفهم قدرات اللاعبين في كل المواقع بتاعت الخطوط، والدليل انه الليله التشكيله بتاعته كانت تشكيله مثاليه جدا جدا. طيب انا اقفز بريك لحته ثانيه، الجاموس اللي شفناه الليله بيلعب مع الهلال ده فيه نقله تطوريه كفريق تحس به انه لبكره ممكن يكون افضل. ليه؟ لانه الدوري الجنوب السوداني شغال. هل تاثير عدم دوري جنبا الى جنب يعني هسه الهلال تاهل امام الجاموس، حيلعب دوري حيكون استمرارته وين لغايه ما تيجي مباراته الجايه مع البوليس الكيني. وين الدوري السوداني؟ والله ده سؤال محير. هو طبعا يعني لا عشان ما ندفي راسنا في الوطن، ما انت مع تنافس. الدوري الكيني شغال، الدوري الجنوب السوداني شغال، الدوري المصري شغال، الدوري السعودي شغال، كل الدوريات دي شغاله. انت بتلعب افريقيا وما عندك دوري، ومطالب بانك انت تكون قدرهم بذات كتف بالكتف. ده سبب احنا ما يعني بالتاريخ الجاموس ده ما قدر الهلال ما في شك ولا بتاريخه ولا المفروض يصل مرحله انه ينافسه مع احترامنا له، لكن لانه هنالك نواقص. اين الدوري السوداني عشان الهلال هسه يستمر؟ هسه المحطه دي وقفت، هل التمارين تكفي؟ ما بتكفي التمارين طبعا، لاسباب كثيره جدا يعني. حتمشي تلعب مع منو عشان تاهل رقبتك والدوريات دي كلها شغاله؟ هو اللي يقام في منطقه صراحه يعني امنه زي بورسودان يعني، زي حسب البرمجه اللي حصلت انه حتقام في المنطقه الشماليه يعني الدوري جهه مجموعتين يعني، حتتقسم لمجموعتين، جهه منها حتلعب في بورسودان وجهه منهم حتلعب في عطبر الظاهر والدامر المناطق دي. فلذلك انا بفتكر انه هل اللاعبين المحترفين دول حيمشوا معاه زي هو حيلعب وين دي؟ خليني انا قلت لك تاثير ده عدم اللعب ده لو لعب يكون كويس، لكن انت متوقع انه في زمن يعني مثلا انت هسه الدوري 32 ده داخل كورتك الجايه 90% مع البوليس، والبوليس ده راجع هسه حيداهل وحيلعب دوري. انت ما عندك لسه دوريك ما لعب، هتعتمد على الفاقد التربوي ده تغطيه كيف عشان تكون انت مؤهل جاهز ما نخش في حزب بورما زي ما حصلت هسه في المناسبة
الجاموس عمل ضغوط كبيرة على وضع الهلال في ضغط كبير جدا في المباراة، بدليل انها في مباراة في ال 32 تلقى مثل هذا الاهتمام. صح، من المباراة زي دي، وخاصة الهلال يعني دائما الأدوار دي بتخطاها بكل منتهى البساطة والسهولة يعني، لأنه بيكون أساسا جاهز. فأنا بعتقد إنه الهلال ما عنده مفر غير إنه يكون في معسكراته الخارجية دي ويلعب مباريات ودية، هي في نفس الوقت بتعدك يعني بتجهزك. فإذا لقيت فرصة إنك أنت زي ما حصل السنة اللي فاتت إنك أنت لعبت في دوري وفي نفس الوقت حققت فيه إنجاز وغير كده، هو أهلك لمنافسات الغارة اللي فيها. طيب يا ريشا، تفتكر نجم المباراة منه؟ أديك فرصة لاعبين. أنا بعتقد نجم المباراة فريد، أوكي، في الغرارات حقته في طلوعه للمنطقة، وكرشون في الخط الخلفي صراحة، في أسلوبه لقراءة اللعب المسبق، وفي نفس الوقت تعامله مع الموقع، وفي نفس الوقت السرعة. تتفق معي لو وديتها جون كلود؟ لا. تتفق معي لو وديتها صراحة لمجموع خط الدفاع مع حارس المرمى، اعتبره كده. هو طبعا كان مثالي، لكن شنو يعني احنا بنتكلم عن انه ما كان في ضغط عليهم، لكن كان في اسلوب بتاع لعب طويل. الاسلوب بتاع اللعب الطويل ده برضه هو نوع من الكوره يعني، لكن عندك كان ناس هم جاهزين فنيا وبدنيا ونفسيا انهم عارفين يتعاملوا مع الاسلوب ده كيف. فاذا معناته المدرب بنى حساباته على هذا الاساس، وزي ما قلت لك انا الشوط الاول بنى شغله على الجهه اليسار، ترك الجهه اليمين بمدافع فقط بدون طرف يمين ثابت، وده اداه التصور في انه يقدر يفرض اسلوب على النادي على الفريق الجنوب افريقي، وخاصه في الشوط الاول يعني. حتى الهلال كان شكله ممتاز جدا جدا، حتى في الشوط الثاني كان شكله واقف كويس، ما عدا الكوره اللي هو الكوره الطوليه دي يعني. يمكن الجاموس لو لعب من الليله لبكره بهالاسلوب ما حيصل مرمى الهلال. طيب نفتكر انه يعني نكتفي بهذا القدر من الاستوديو التحليلي، لانه كملنا الجوانب الثانيه اثناء الوصف من خلال حقيقه منصه الهلال. انا سعيد، انا والريشه وسيد بركه يكون لنا يعني شرف الوجود والتواجد في افتتاح المنصه من خلال تقديم الخدمه عبر مباراه الهلال والجاموس، وفي حضره وحرص وحضور الباشمهندس رامي كمال نائب الأمين العام لنادي الهلال، وعوض إبراهيم عضو المجلس ونائب رئيس القطاع الرياضي، وأخونا عمار الزبير عضو المجلس رئيس منصات النادي الإعلامية. وديل يعني طاردونا كثير وترجونا ورغم يعني الواحد ظروف العلاج، لكن كان سعيد إنه يكون موجود ليساهم في حفل هذا التدشين. زي ما قلت قبل يعني في حاجات كده انت مرات تبيع الحب وتشتري العذاب، بتكون سعيد انك تسعد الناس. والشكر ايضا يمتد لصحبة وحضور وتشريف التدشين وحضور هذه المباراة الاخ عاطف الجمصي رئيس تحرير صحيفة الزرقاء، واخونا احمد النور حارس مرمى الهلال المعتق، واخونا محمد فيصل، واخونا الناجي لطيف يعني الصديق الوفي والمرافق الحبيب. والتهنئة يعني أمانة حملني لي أنا أخونا علي الريح يعني المعلق الرياضي لنقل التحايا لشعب الهلال وجماهير الهلال